يقول فأجروا على شد جريانها في الميدان وأوطأوا آضار والصدر، ونادى المنادي الثاني علي بالنار كي أحرق بيوت الظالمين، ونادى المنادي الثالث أن اقتلوا أهل هذا البيت ولا تبقوا لهم باقيا. وما اكتفوا بهذا، ما اكتفوا برض الأجساد، بحرق الخيام، بقتلهم، بإبادتهم، لكنهم نادوا بالرحيل. هاي يوم السبايا، يوم مشيهم، يوم رحيلهم، فأركبوهم على إبل عجف بغير غطاء ولا وطاء. مولاتنا زينب أخذت تلتفت يمينا وشمالا، التفتت إلى دليل الضعان، صاحت لما انحدى الحادي بويا بوداي الهادي لنزينا بيتنادي بعونك يا حادي بويا لوين بينا تريد قاطع فجوج البيت، خاف الطريق بعيد والتعب ياذينا يا ابوي، لوين بينا تريد قاطع فجوج البيت يا ابويا، وخاف الطير يجي بعيد، ويلي ويلي والتعب يا ذيل. ظلت تنادي بصوت محزون محزون من حل الناقة وتجري العيون، بويا العيون 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 يا حسين خويا لا تظنون لا تظنون لا تظنون، عافتنا زينب لا تقولون. خويا خويا والله يا خويا القلب مرون، يمكن بقى وانساكم شلون، يمكن بقى وانسى يا ماما يا اياكم شلون. كل من إلى اسمع واريد انين وحنين بارك الله فيك. كل من إلى شوف ناس اللي يشيلونه، بس هذا خاف تأخر عليك، مقام بي كثير، خلنا أقرأ لك معي بعد. ونا يا حادي لا تسج بالظعن، يا حادي لا تسج بالظعن، ونا وما تسمع ولينك ثار، ونا حسياني بات عالتربان، وانا بيسر للشام وداني سبيل،
اهدي يا حادي لا تسج بالضعان وما تسمع ولينك ثار أحسيني بات على التربان يسير للشام ودوني سبيه بيسر للشام ودوني سبيه